جاء من مدينة الإعمارة مركز محافظة ميسان إلى مستشفى الكرامة ببغداد عباس كريم الطائي ابن 29 ربيعا، والد لطفلين ويعمل كاسبا في إحدى الشركات الأهلية. قرر ورغم معارضة أهله بالتبرع بكليته إلى الفنان سعد خليفة. ويقول عباس إن الدافع الإنساني والوطني هو الذي دفعه قبل أي مسميات أخرى. كفنان يعني أنا من إجيته، لا إجيته كإنسان، شخص محتاج المساعدة، وهذا كإنسان عراقي طبعا. فمن شفت هذا الخبر انتظرت عدة ساعات، قلت لأن وعسى أن وعكة صحية بسيطة ترجع لها العلاج وترجع. فشفت هو الكثير من الصفحات يعني ما بثت الخبر هذا وما رجع يعني طبيعته، فنزل كتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عباس كريم علي من محافظة ميسان، حي المعلم الجديد. أتكلم معاكم بكامل قواي العقلية والنضج إن شاء الله. أعلن تبرعي أمام الله وأمامكم إلى الفنان سعد خليفة، وهذا من واجبي الإنساني. وهاي رسالة حب وسلام للعراقيين أن نتكاتب بيناتنا. طبعا أنا المعلومة ما أعرف بأستاذ سعد من دياله ولا عندي علم، يشهد الله على كلامي. أما الفنان سعد خليفة الذي بدا بحالة صحية أفضل من قبل يومين، فقد ضاعت الكلمات منه وهو يصف إيثار عباس. خليفة ناشد في الوقت نفسه الجهات الحكومية بالابتعاد عنه وعدم استغلال مرضه كدعاية انتخابية. شغله من كلام ما ينوصف، بس أقول له يعني بارك الله بي، وإن شاء الله إنه أخوه إحنا وأبو غيرة وشريف وطيب وثبتت يعني إحنا العراقيين ما عندنا طائفة، ما عندنا ديانة، ما عندنا، كنا اخوان وكنا واحد يوقف للاخر وضيفنا. امون على اصدقائي او على احبابي، على يحبوني احسن ما امون على مسؤول وما اعرف هذا المسؤول. جزء يترفع براسي يعني جاي موضوع انتخابات هاي ما اقبلها عني. فحص الأنسجة فقط وتطابقها بين المانح والمستفيد هي الخطوة الأخيرة لزراعة الكلية، ولكم يحتاج العراق إلى الآلاف من عباس أمام أضعاف هذا العدد من خليفة. وإضافة إلى المتبرع عباس، يوجد الآن داخل مركز زرع الكلى أكثر من 10 متبرعين بانتظار إكمال الفحوصات لإجراء العملية التي يقول عنها أطباء إنها ستجرى خلال 48 ساعة من الآن. من داخل مستشفى الكرامة، يعرب القحطان، الشرقية نيوز.